احمد، العريس هيحط $500,000 على الصينيه بتاعه الساقع، وشبكه طقم الماظ، وكمان علبه شوكولاته غاليه قوي. اعمل ايه؟ انا مش عاوزه كل دول، على فكره انا عاوزاك انت مجنونه؟ اساليهم كده، ما عندهمش بنات يجوزوها لي؟ انت بتهزر يا احمد، انا بقولك مش عاوزه حاجه غيرك. انا جاتلي فكره حلوه. بص يا ستي، ايه رايك توافقي على الجوازه دي، تكوني بيها مستقبلنا، وبعد كده تبقي تطلقي منه ونتجوز انا وانتي واحنا مرتاحين. واظن يعني اما تقولي لهم ما ارتحتش عشان ظروفه الصحيه، اكيد والدك وقتها هيوافق انك تتجوزيني بعد ما تطلقي منه. بس اهم حاجه تبيني انك فرحانه ومبسوطه بالجوازه دي. ها ايه رايك؟ منى فكرت في الكلام واقتنعت بيه. تمام يا احمد، انا هبين اني فرحانه، وهبين اني مبسوطه قوي كمان. سلام عشان بيندهوا عليا. قفلت معاه وخرجت وهي مبينه انها مبسوطه. ياسر كان جاي ينده عليها، لقاها في وشه. انت خرجتي ليه؟ كنت في الحمام يا بابا، اصل من الفرحه بطني وجعتني قوي. يعني انت موافقه؟ طبعا يا بابا موافقه. حد يتقدم له كل الحاجات دي ويرفض؟ ده انا ابقى غبيه لو رفضت. ادخل قول لهم العروسه موافقه. ياسر دخل وبشرهم، والخطبه زغرتت، وبعد يومين كان الفرح. لبست الفستان واتكتب الكتاب، وروحت معاه على طول على الفيلا. بعد ما طلعوا اوضتهم، منى بصت لفريد. هو انا ممكن اقولك على حاجه؟ اتفضلي. بص، هو احنا لسه ما نعرفش بعض، واكيد يعني انا هبقى خايفه منك وكده. هو ينفع ان احنا ناخد وقت يعني على ما نتعرف على بعض، وبعد كده نبقى عادي يعني زي اي اتنين متجوزين؟ انا اتجوزت بس علشان ارضي امي، وانا برضو يا ستي لسه ما اعرفكيش، فاكيد يعني موافق على طلبك. انا مش عارفه اشكرك ازاي، والله كتر خيرك. لا عادي ولا يهمك، انا هروح الحمام اخد شاور، عن اذنك. ماشي روح. منى فضلت واقفه تبص عليه وهو ماشي، وكأنه بيشوف عادي. كان عارف مكان الدولاب واخد منه الهدوم، وراح قدام لوحده الحمام. لو امي اتصلت عليا بيقولي لها اني باخد شاور، وردي عليها عادي، ما انتي خلاص بقى واحده من العيله. ماشي حاضر. دخل الحمام وقفل الباب وراه، وهي قعدت على الكنبه تفكر، وبعدين قالت بهمس: اعمل ايه انا دلوقتي معاه؟ ده بيكلمني بكل ذوق، معقوله اقابل الذوق ده كله بقله ذوق؟ يا ربي، اعمل ايه في اللي انا فيه ده؟ حكمتك يا رب. جابت بيجامه من الدولاب وغيرت الفستان في غيابه، وبعدها راحت نامت على الكنبه. لقيته خرج من الحمام. قامت قعدت: اجيب لك حاجه تاكلها؟ لا انا هصلي القيام، انا بحب اقيم الليل يعني، لو عايزه تنامي انت اتفضلي نامي. منى بصت له بابتسامه: بس انا جعانه. خلاص انا هنده على الشغاله حالا تجيب العشاء. اسف معلش، اصلي مش بحب اتعشى، فكرت الناس كلها زيي. لا انا بحب اكل كل شويه اصلا. ازاي وانتي مش باين عليكي؟ انتي اخرك 45 كيلو مثلا. هو انت عرفت ازاي؟ انا فعلا 45 كيلو. انا وماسك ايدك وانتي بتخرجي من العربيه حسيت انك حجمك قليل، وكمان طولك انتي تقريبا واصله عند كتفي. تحب اقولك كمان ملامحك عامله ازاي؟ انت بتضحك عليا؟ اكيد مامتك او الخطبه هم اللي قالولك على مواصفاتي يعني. والله ما حد قال لي حاجه، بس في حاجه اسمها بصيره. انا بقى بشوف بس مش بعيني، بقلبي. اي حاجه بحسها بقلبي، وكمان بعرف كل مواصفاتها بقلبي. منى ضحكت. ده انت قلبك كبير قوي على كده. طبعا. وسابها وراح فتح الباب وقال بصوت عالي: يا ام ضي، هاتي العشاء للهانم هنا. تحت امرك يا سعاده البيه. منى قالت بهمس: هانم؟ هي الهانم ده انا؟ دخل فريد: ايوه يا ستي انتي الهانم. منى ابتسمت وقالت: تمام، يلا روح انت صلي بقى. ماشي، لو عاوزه حاجه تانية نادي ليا. ماشي. ماشي. منى خدت الموبايل ودخلت الحمام. اتصلت باحمد: انت فين يا استاذ؟ رنيت عليك الصبح وسيادتك ما ردتش عليا. فين ايه؟ انتي مش المفروض عروسه؟